قال الله العزيز في محكم كتابه الكريم: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. من هو الإمام المهدي؟ وما هي صفاته؟ هل الإمام المهدي هو كل من ادعى المهدوية، أو بعبارة أخرى نقول كل من قام بالإصلاح الاجتماعي في أمة معينة، أو حرر أمة من الاستعمار، أو هدى الناس إلى طريق صحيح وإلى منهج صحيح؟ هو هذا الإمام المهدي الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأمة الإسلامية، أم أن الإمام المهدي شخصية ربانية محددة المعالم، مذكورة بالصفات، مرسومة بالعلامات، مبين للناس عن شخصيته وفضائله ومسيرته في الحياة ومنهجه في العمل وهدايته للناس وقيامه بالقسط وملء الكرة الأرضية جميعا بالعدل والإحسان بعدما ملئت بالظلم والجور والفساد. في الحقيقة هناك من ادعى أن المهدي هو من يقوم بعمل معين في المجتمع، هذا هو المهدي. ولذلك نرى في بعض الفئات الإسلامية أن هذه الحركة المهدوية اتسعت في البلدان الإسلامية، ومجموعة من الناس كانوا يتبعون رجلا ادعى أنه هو المهدي المعني بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وجمع حوله مجاميع من الناس. أنا لا أنسى قبل 20 عاما ذهبت إلى إحدى البلدان الإسلامية، وقادني أحد الأشخاص إلى مقام وضريح لإحدى الشخصيات الدينية لذلك البلد المتوفى، فقال: هذا مهدينا. قلت له: أي مهدي؟ قال: المهدي الذي ذكره الرسول الأكرم وبشر به النبي الأعظم، يقوم في آخر الزمان ويهدي الناس إلى طريق صحيح، وهذا أنقذنا من الاستعمار البريطاني، ولذلك هذا هو المهدي. قلت له: الذي أعرفه من روايات وأحاديث الرسول الأكرم وأهل بيته الأطهار أن المهدي المنتظر هو في الحقيقة شخص يقوم بالإصلاح العالمي للمجتمع البشري كله، وليس خاص لقطر معين ومدينة معينة. قال: نعم، كان هو هذا، وأنه رأى رسول الله في المنام، ورسول الله قال له: أنت مهدي هذه الأمة، وكان المفروض أن يكون هكذا، إلا أنه حدث لله البداء، وبما أنه حدث لله البداء فالأمر لم يتحقق أن يصلح العالم بأكمله، فتوفى وجاءه الأجل قبل أن يتم مهمته. قلت له: في حقيقة الأمر
أن لله البداء في كل شيء إلا فيما إذا وعد الله عز وجل، وإذا وعد الله أمرا معينا فالله يلزم نفسه بإتمام ذلك الوعد وبالوفاء بذلك الوعد، ولا يمكن أن يحدث لله البداء فيما إذا وعد الناس. إذا وعد الناس الطيبين المتقين الأخيار المصطفين الأطهار بالجنة مثلا، لا يمكن الله يخلف الميعاد. فهذا إلى آخر عمره كان إنسان مؤمن متدين متقي، لا شك ويقينا الله عز وجل رب العالمين يدخله الجنة. لا يحدث لله في هذا المورد بداء إن كان هذا الرجل ملتزما بكل بنود الإيمان وخرج من الدنيا مفعما بالإيمان، هذا الإنسان يدخل الجنة لا شك. إذا أوعد الله المؤمنين فالله يفي بوعده، وإذا أن الله أوعد البشرية بمجيء شخصية ربانية ينقذها من المهالك والمفاسد فرب العالمين يفي بوعده، وأن الله لا يخلف الميعاد. لم يستطع الطرف المقابل أن يجيب على سؤالي، وبقي الأمر في ذهنه يدور والسؤال في خاطره، وفارقناه على هذا الأمر. لذلك نحن نبحث في هذا اليوم، لأنه في حقيقة الأمر نشاهد بين فترة وأخرى هناك أناس يدعون المهدوية ويدعون أصحابهم إلى اتباعهم بعنوان مهدي هذه الأمة. كلا، الأمر ليس هكذا. قد يكون من الناحية اللغوية إذا كان واقعا هاديا إلى منهج صحيح هو مهدي. المهدي المذكور في روايات أهل البيت، وبالأحرى نقول في أحاديث الرسول الأكرم المتواترة، هذه الأحاديث المتواترة بل ذكره الفريقان سنة وشيعة، وما ذكره السنة في كتبهم وأحاديثهم أكثر مما ذكرته الشيعة عن صفات هذه الشخصية الربانية. لاحظوا في كتاب الدر المنثور المجلد السادس صفحة 57 أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فهناك ذكر صفات هذا الإمام، صفاته الشخصية وصفاته البدنية. لو نطالع ونقرأ ما ذكرته الروايات وما رسمته الأحاديث عن صفات الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، نرى هناك علامات مرسومة من قمة رأسه إلى أخمص قدميه من علامات. في كفه خال، في وجهه خال، وراء ظهره علامة وختم النبوة، وجهه أجل الجبهة، أقنى الأنف، أفرق الثنايا. هذه أحاديث عن رسول الله وأهل بيت الأطهار عن صفات هذا الإمام العظيم. بل هناك أحاديث أخرى أيضا مذكورة، منها: لا تقوم الساعة حتى يملك رجل من أهل بيتي أجلى أقنى يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما. وهذا مذكور في كتب الفريقين، منها فرائد السنتين وسند ومسند أحمد. وأحاديث في هذا المضمار كثير
الأحاديث في هذا المضمار كثيرة، حتى رأيت في كتاب معجم أحاديث الإمام المهدي عن مواصفات وصفات هذه الشخصية أكثر من 53 مصدر من مصادر أهل السنة، وأكثر من 100 مصدر من مصادر شيعة أهل البيت يذكرون هذه الأحاديث. فالحديث واضح، والأحاديث مبين عن عظمة هذه الشخصية وعن صفاتها. المهدي رجل من ولدي، وجهه كالقمر الدري، وفي حديث آخر كالكوكب الدري، وفي عبارة أخرى كأنه كوكب دري. اللون لون عربي، والجسم جسم إسرائيلي. بيان عن لونه، اللون ماله شلون، والجسم شلون. لون عربي، والجسم جسم إسرائيلي. ممكن واحد يسأل شنو المقصود بعبارة والجسم جسم إسرائيلي؟ طالعت في بعض الكتب رأيت أن بعض الشارحين لهذه العبارة قالوا الجسم جسم إسرائيلي يعني ضخم وطويل القامة، يعني رجل صاحب عضلات وهيكل عملاق عنده، ورجل وشخصية عظيمة. في الحقيقة بعد تتبع الأحاديث لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام ومراجعة التاريخ رأيت الأمر ليس كذلك. ومع الأسف أن هذا الشرح أيضا جاء في بعض كتبنا، وأحب هنا أن أوضح هذه الفكرة من الناحية التاريخية. الإسرائيليين اليهود هؤلاء جسمهم جسم عادي طبيعي، بل إلى القصر أقرب إلى الطول. اليهود طولهم طول عادي، يعني ما هم طوال قامة، أجسامهم مثل أجسامنا عادية جدا. ولذلك الفرعون كان يستعمرهم، كان يستغلهم، ضعاف ما لهم جسم. اليهود الآن طالعون في فلسطين أكثرهم هكذا، إلا الجنود مالهم هذول هم ناس راحوا في بلدان أخرى وتزوجوا، صار اختلال في الجينات، فشوف عندهم قامة وطول وعرض، لكن أغلبهم مو هيك. اليهود ليس هكذا. ومن الناحية القرآنية أيضا نلاحظ أن الله اختار طالوت ملكا على اليهود لأنه كان يمتاز من بين بني إسرائيل بالجسم القوي الطويل العريض. لذلك في الآية القرآنية وقال لهم نبيهم إن الله اصطفى طالوت، إن الله بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق به منه ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يعني كان مميز النبي طالوت، هذه الشخصية عملاقة كانوا. وعادة في الحروب سابقا كانت الأجساد لها دور كبير في المعركة، ليس فيها مثل هذا الزمان الأسلحة لها دور، ذاك الوقت كانت العضلات تلعب دور كبير. طيب طالوت اختاره الله لأن الله اصطفاه، وبما أنه قد أعطاه قوة في العلم والجسم من ناحية جسمك. طيب نأتي لروايات أهل البيت، نرى صفة يذكره الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. الإمام أمير المؤمنين يذكر في صفات الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، يقول لا بالطويل الشامخ ولا بالقصير اللاصق، يعني مو قزم ولا بد واحد عملاق. مرة كنت أمر على مكان رأيت خطيبا فوق المنبر يتحدث عن صفات الإمام المهدي، منه في تفسير وشرح للآية هذا الحديث قال أنه شخص عظيم عملاق له قوة كذا،
فكان يبين المواصفات. كان وياي واحد يمشي، فقلت حق الأخ هذا، قلت له يبدو هذه الصفات اللي دا يذكر الخطيب هذه صفات ليس صفات الإمام المهدي، هذه صفات سوبرمان، هذا مو صفات الإمام المهدي. صفات الإمام المهدي مو هكذا، أنه طويل عريض إلى فد وزن، ماكو هيك. نعم احنا عندنا في التاريخ الإسلامي حتى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام طولهم طول عادي كان، مو طول عملاق وقوة. فرائد أفراد قليلين منهم كانوا لهم أجساد. مثلا في قضية الإمام الحسين نرى أبي الفضل العباس كان مميزا، له جسم طويل وعريض وكان عملاقا. نعم. أما الإمام الحسين كان عادي من الناحية الجسمانية. مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كذلك كان جسم عادي عنده، مو طول وعرض وعمق، كلا، بالرغم من أنه كان يخوض المعارك ويقودها كما يكون في قطب الرحى في المعارك، لكن ما كان إلى الجسم ذاك الجسم العملاق، كان عادي، بل هو إلى القصر أقرب منه للطول، حتى أنه مرة كان الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يسير ومعه الفضل بن العباس وشخص آخر، وكلاهما كان لهم طول، فأرادوا أن يمزحوا مع الإمام، فقالوا له يا أبي تراب إنك فينا كنون لنا. كلمة حرف لنا، النون صغيرة والألف منها الصوب والألف منها الصوب طوال، يعني احنا طوال انت قصير، كنون لنا. والإمام كان سريع الإجابة وما كان يخلي يفوت عليه شيء، قال ولولا أنا لكنتم لا. شيل النون يصير لا، ما يكون وجود، لولا أنا لكنتم لا. المهم القضية الجسم جسم إسرائيلي، يعني المولى الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف جسم عادي. نعم الله يعطيه قدرات خارقة للعادة، يأتي إلى الشجرة فيقلعها من جذورها. نعم كما كان أمير المؤمنين قال عباب خيبر، وقال عباب خيبر 40 رجل ما كانوا يقدرون يسدونه ويفتحونه إلا بالقوة وبصعوبة، لكن الإمام بوحده قلعها، لكن مو بقوة جسمانية وإنما بقوة ربانية. كان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه يعمل هذا بقوة ربانية، لكن لا يعني ذلك أن جسمه عريض جدا وطويل، لا. العبارة هذا احنا شوية بدأنا بالشرح أكثر حتى يصير واضح. فصفات الإمام إذن أولا من ولد رسول الله، هو وجهه كالقمر الدري، حتى أنه في رواية ذكرت أنه اللون لون عربي، وعبارة جاءت في الرواية بأنه مشرب بالحمرة في بيان صفة الإمام عن لونه. أيضا يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، يرضى بخلافتها في السماء وأهل الأرض والطير في الهواء. طبعا هذا في كتب كثيرة، منها الصواعق المحرقة، إثبات الهداة، مناقب المهدي لأبي نعيم، بيان الشافعي، ذخائر العقبة، منتخب الأثر، ميزان الاعتدال، لسان الميزان، كنز العمال، مشارق الأنوار، الفصول المهمة. هذه كلها أحاديث في شخصية الإمام المهدي، وأكثر من 83 مصدر وجدت الحديث يقول عن رسول الله المهدي حق، وهو من ولد فاطمة. المهدي منا أهل البيت، أشم الأنف، أقنع، أجلى. إذن
صفات الإمام مذكورة، العلائم مبينة. نحن حينما نقول يجب أن نتبع الإمام المهدي نتبع شخصية معينة مبينة الصفات، مذكورة بالعلامات، مرسومة بكل العلامات التي ذكرت من قبل رسول الله وأهل بيته الأطهار. هذه الشخصية الربانية، بالإضافة إلى ما يعطيه الله عز وجل من علم الغيب بعطائه العظيم، وما يعطيه من قوى خارقة للعادة كما أعطى لأنبيائه السابقين. نعم، مثل ما أعطى للنبي موسى عصاه وكان يفلق به البحر، أيضا يعطي نفس العصا بيد الإمام، ما في إشكال، لأنه يثبت أنه إمام. احنا شلون نعرف أن هذا هو إمام؟ سؤال، شلون نعرف أن هذا هو الإمام حقا؟ ممكن كل واحد يجي يقول أنا الإمام. الآن هاي الصفات بالمناسبة بين أنه ممكن بد واحد يسأل سؤال يقول ممكن هذا الإمام الذي أنت تقول عنده الصفات، أجل الجبهة وأقنى الأنف، أشم أفرق الثنايا، ممكن بد واحد هم يكون موجود فيها الصفات والتشابه في الخلق كثيرة. نقول نعم ممكن، لكن مو في كل الصفات أولا. ثانيا حتى لو قلنا في كل الصفات ممكن يكون، لكن صفات القدرات الربانية هو ما عنده، المعاجز ما عنده. أما الإمام عنده معاجز، يثبت للناس أنه إمام بالمعاجز الخارقة للعادة، ولذلك الناس يتبعونه ويجب على الناس أن يتبعونه. فالإمام حينما يأتي للناس ويقول أنا بقية الله، بقية الله خير لكم، أنا بقية الله، حينما يقول بهذا الكلام لا يقول ادعاء محضا ليس له واقع، يثبته بالمعاجز الخارقة للعادة. كما أن الأنبياء حينما جاءوا لأممهم وبينوا لأممهم أنهم رسل من قبل الله وأن الله أرسلهم لهدايتهم، فطلبوا الناس من أنبيائهم ما يثبت هذا الادعاء، فالأنبياء أتوا بالمعاجز. نعم، إذا جاءت شخصية حاملة لهذه الصفات ومرسومة فيه هذه العلامات ومعه المعاجز، لابد نحن أن نسلم الأمر إليه ونتبعه، فهو المهدي المنتظر الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. أما الادعاءات الأخرى التي تذكر أو نسمعها هنا وهناك في حقيقة الأمر لا يحمل من صحة. وكم من أناس ادعوا أنهم هم المنظور، هم المعنيون بالمهدي المنتظر، لكن لم يستطيعوا أن يأتوا بالمعاجز، بالإضافة أنهم لم تكن فيهم العلامات المذكورة كلها موجودة في أجسادهم، في نفوسهم، في طيب أخلاقهم، ما كانت موجودة. لذلك بعد فترة انكشف أمرهم واتضح للناس أكذوبتهم. هذه هي الحقيقة. وبقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، هذه حقيقة يقولها الإمام المهدي المنتظر بعد أن يأتي بالمعاجز للناس ويطلب من الناس أن يبايعوه على هذا الأساس. وإلا القضية مو مجرد ادعاء، بل أقول كلمة أخرى كما في أحاديث أهل البيت واردة أن الإمام شخصيا لا يدعي أنه هو المهدي في بداية أمره، بل الناس المؤمنين يبحثون عنه
حينما يسمع أنه قد ظهر قبل أن يكون له خروج، لأن للإمام المهدي ظهور وخروج كما وردت أحاديث أهل البيت عن ذلك، فالناس يبحثون عنه. ولذلك في أحاديث أهل البيت وردت أن 7 من علماء من شتى أنحاء البلاد يبحثون عن هذه الشخصية ويريدون اللقاء به، فيهرب الإمام منهم فيذهبون إليه مرة أخرى أيضا فيهرب الإمام منهم، إلى أن يلتقون بالإمام في مكان ويقولون له أن هذا السفياني قد أتى بجيشه وأن دماءنا عليك، إن لم تمد يدك فنبايعك. وهؤلاء العلماء مو ناس عاديين، هؤلاء علماء بحثوا عن صفات الإمام واكتشفوا حقيقة الإمام، وحينما يرون الإمام يؤمنون به تماما كما جاءت أحاديث عن أهل البيت في بني إسرائيل حينما اكتشفوا النبي موسى. كيف بنو إسرائيل عرفوا النبي موسى؟ لأن النبي موسى ذكرت عندهم من قبل أنبيائهم السابقين أن فيه كذا كذا من الصفات. طويل القامة كان النبي موسى، وكان لونه كان لولا حنطيا كأنما، نعم، وكان له بعض المميزات. بهذه الصفات الأنبياء الذين سبقوا النبي موسى بيّنوا هذه الصفات عن نبي موسى، ولذلك كانوا بني إسرائيل يذهبون إلى الصحراء ويتحدثون عن صفات نبيهم. ومرة نحن نقولها بالمصادفة وإنما الله أراد ذلك أن يصير، النبي موسى مع بلاط فرعون كان ذاهبا إلى الصيد ويخطئ طريقه وينفرد في الصحراء إلى أن يأتي ويرى مجموعة من بني إسرائيل في الصحراء، هؤلاء جالسون ويتحدثون عن صفات نبيهم، فسلم النبي موسى عليهم قبل أن يقول أنا نبيكم. لا زال أن النبي موسى ذلك الوقت كان مجهولا وكان في بلاط فرعون، ولم تأته الرسالة الإلهية إليه بعد، لأنه لم يذهب إلى مدين، لأنه النبي موسى بعد ذلك هرب من فرعون وذهب إلى مدين وبقى في مدين 10 سنوات، حينما خرج وسار بأهله إلى مدينة أخرى في الطريق، فلما رأى نارا من مكان بعيد ذلك الحين صارت له قضية المعجزة، وذاك الحين الله بشره بالنبوة وأعطاه الكمالات الأنبياء، ولا قبل ذلك كان رجلا عاديا ظاهرا. طيب، الشخص اللي كان ذلك الشخص العالم اللي كان يبين لبني إسرائيل عن صفات النبي موسى عليه الصلاة والسلام، حينما شاهد موسى قال له اقترب مني، شفتوا؟ قال اقترب مني، فاقترب فوجد كل العلامات التي كان قد رآها في الكتب الأنبياء السابقين موجودة فيه. قال أنت موسى؟ أنت موسى؟ قال نعم. قال أنت نبي من قبل الله؟ فهنا النبي موسى لم يقل له شيئا، وإنما قال له قد يكون أن الله يختارني نبيا. قال مد يدك نبايعك بذلك. وعرف بني إسرائيل، عرفهم عن نبيهم، في المستقبل راح يصير هو هذا الشخص. فإذن في حقيقة الأمر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف شخصية مرسومة بالعلامات مذكورة بالصفات، مبينة في كتب أحاديث الرسول الأكرم وأهل بيته الأطهار عن هذه الشخصية، ونحن يجب
أن نتبع هذه الشخصية. نرجو من الله عز وجل أن يهدينا إلى سواء الصراط المستقيم ويوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي التوفيق. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.